ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. وحشتوني من اخر فيديو كنا مع بعض فيه. كتير اتطلب مني ليمونة بعصفر بعد ما نزلت الزيتون. انا هنا معايا 5 كيلو ليمون. بجيب الليمونة بنقيها بالواحدة، لازم تبقى صفرة زي ما انتم شايفين كده، وتكون حلوة مليانة ملحمة. بنقعه لمدة 7 ايام، بغيره، انا ما بسلقهوش، هعمله بطريقة حلوة قوي. هتعجبكم ان شاء الله. انا بنقعه لمده 7 ايام، كل يوم بغير له الميه. انا مثلا نقعته السبت، بشتغل فيه السبت اللي بعديه، نقعته الحد بشتغل الحد اللي بعديه. تمام، هو اسبوع بتغيري كل يوم الميه فيه. معايا هنا هريسه شطه، وهقول لك هحط قد ايه هريسه شطه. انا بحط مع الليمونه بعصفر، بحط الفلفل الاخضر اللي هو الحامي برضه، بحب احط فيه شويه فلفل. هفرم الفلفل هفرم الهريسه وارجع لكم نشوف هنعمل ايه. حبايبي، بعد ما عملت الهريسه الفلفل طحنته. انا مش هاخد الكميه دي كلها، انا او دول كيلو، انا هاخد حوالي ال5 كيلو ليمون، هاخد لهم يعني نص الكميه، ونشوف لو احتاجنا تاني. ماشي، نحط ده كده. تمام، هاخد هنا لل5 كيلو ليمون، هاخد 4 اكياس من الكيس الصغير. لو الكيس الكبير هتاخدوا لهم كيسين كبار اللي هو ب2 جنيه ب2 جنيه. وبرضو عينك ميزان، انت اللي تشوفي الحاجه بتاعت الحياج، بس انا بقول لك على اللي انا بعمله. تمام، بس جنبنا كده. بصي بقى، هحط هنا برضو بالبركه، برضو هنحط حبه عصفر. تمام، هنا بقى يعني احنا كنا في الزيتون حطينا براحتنا في حبه البركه، لكن في الليمون ما تكتريش منه لانه بيمرر. يعني احنا هنحط ايه؟ شوفي معايا ال5 كيلو دول، شايفاهم؟ بس وهنقلب ده كله ونشوف. طبعا الهريسه، او لو ما عندكيش هريسه ممكن تحط شطه بودر. ماشي، لو ما عندكيش هريسه حطي شطه بودر. انا بيتهيألي كفايه كده، لان طبعا ايه، عايزه اقول لكم الهريسه دي حاميه جدا. بصي بقى، هقول لك حاجه. انا هنا بجيب الليمونه، بامكانك تشقيها ايه 4، يعني علامه زائد كده، بس مش للاخر، شايفه؟ مش للاخر، ونحشيها زي كده. لازم تغرقيها بالعصفر كده. تمام، وممكن تعمليها كده من النص هنا كده وتشققيها. يعني في امكانك كده وفي امكانك كده، شايفه؟ يعني في امكانك تشققيها كده. انا بفضل الطريقه دي لان ده طبعا الليمون منقوع. فايده النقع اللي احنا بننقعه ان هو بيشيل المراره. بتاكليه بعد فتره قريبه، ممكن وده يعيش معاكي من السنه للسنه. مش معنى ان احنا ما سلقناهوش او حطيناه كده على طول ان هو يعني ما يقعدش، لا بالعكس يقعد، لانك انت شايله منه المراره ومدياله حاجات
ماده حافظه، الشطه ماده حافظه زي ما احنا اتفقنا ان العصفر ماده حافظه، وهنحط له كمان حاجه تانية في الاخر هتشوفيها معايا. هكمل الكميه كلها ونرجع نعبيه مع بعض. بعد ما حشيناه هنعمل بقى ايه. انا معايا بطرمان معقماه، غسلاه معقماه كده زي الفل. اهم حاجه في الليمون لازم تكبسيه. انا هحط هنا شويه خلطه على البطرمان، تمام، وهنزل. اهم حاجه في الليمون المصفر اللي احنا عاملينه مش هنحط له نقطه ميه، وهتشوفي معايا في الفيديو انا هخلله منه فيه، مش هحط له نقطه ميه. هحط هنا، احنا عشان بنحب الفلفل فيه، حط طبقه فلفل وطبقه ليمون. انا بس هرص الاول وبعد كده اوريكي وانا بكبس. شايفين منظره حلو ازاي؟ نكبس على الاخر. بس انا لسه ايه، حط طبقه فلفل وطبقه ليمون. انت مش عايزه تحطي الفلفل براحتك، عشان بنحب الفلفل السبايسي او الحامي ده بنخليه مع الليمون. ما فيهاش كده كتير، بتلاقيها برضو فلتت منك كده تحطيها. هرصه وهكبسه قدامكم، يعني هرصه الاول وهرجع لكم اوريكم اكبسه ازاي وايه الحاجه اللي هنحطها في اخر البطاطس. هنا حبايبي بعد ما عبيته، شايفين ده كده، دي ميته منه فيه، شايفين الميه لونها عامل ازاي؟ ده ميه الليمون منها فيه، تمام. انا معايا هنا، شايفين في الكاميرا دي الليمون اللي كنت عصراه ساعه الزيتون لما قلت لكم الباقي انا بحتفظ بيه. ده يعتبر ليمون خام لان انا كنت سلقاه وعصره منزله البهريز بتاعه الليمون. هعمل ايه؟ اتبقوا شويه خلطه من الحشو بتاع الليمون، هنزل بيهم كده وهقلبهم. ماشي. انت ما عندكيش الخلطه دي، هتعصري كوبايه ليمون بس صغيره. بسم الله كده. انا برضو شايفين انا مش هلبسه قوي. هعمل ايه بقى هنا؟ هعمل ايه؟ هحط هنا شويه زيت على الوش. الزيت ده ماده حافظه زي ما انا قلت لكم. مش عايزه تنزل ليه، بس الزيت يكون ريحته حلوه. مغلباني اهو. بص بقى هنا، انا عندي هنا قشر ليمون احطه من على الوش عشان اكبس البطرمان، وبيتاكل بيبقى برضو جميل. انا بكبسه عشان البكتيريا وعشان ما يخشلوش هوا. نكبسه خالص، لازم تكبسيه خالص اهو. هنزل برضو هنا
قشر الليمون ده على فكرة بيبقى حلو قوي برضه. شايفين؟ عايزه اقول لكم ببركه ربنا دول 5 كيلو. هنقفل. وانا حبايبي بعد ما عبيناهم وحطينا الزيت من على الوش وقفلناهم، بص شكلهم حلو ازاي. احنا عملنا الليمون من غير سليق، من غير ما نحط له ميه. هيقعد معاكي فتره حلوه كبيره من السنه للسنه، هتاكليه في خلال فتره قريبه، يعني 20 يوم او 25 يوم بالكتير وتفتحي عليه هتاكلي ليمون زبده. طريقه حلوه وطريقه سهله وطريقه قريبه. اعملوه، ربنا يبارك في عمل ايديكم يا رب، ويحسن ما بين ايديكم في كل عمل تعملوه. الحقي هاتيه قبل ما يغلى. حاجه حلوه ببيتك، حاجه نظيفه اعمليها لاولادك وتعيشوا وتعملوا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسينيش بالاشتراك ولايك وسبسكرايب للقناه. سلام، باي باي.